حاد وجاد وضيوفنا ثلاثة من مجموعة ألتراس الأهلي وألتراس ديفيدز الأهلي في مدينة الإسكندرية، كانوا في أتون مذبحة جمهور الأهلي في بورسعيد وأتون الثورة في ميدان التحرير. كلهم تعرضوا للإصابات وتعرضوا للضرب والقمع والقهر، وبينهم من ألقي القبض عليه على يدي وزارة الداخلية. أكبرهم سنا الأستاذ محمد رضا المحامي. أهلا يا محمد. أهلا وسهلا فيك دكتور. محمد من الإسكندرية. محمد أشرف من ألتراس أهلاوي في القاهرة. أهلا يا محمد. أهلا بحضرتك. وأصغرهم محمد هشام الطالب في مدرسة الورديان الثانوية بالإسكندرية. أهلا يا محمد. أهلا بحضرتك. سنبدأ بالأصغر لأنه كان في مدرجات الدرجة الثالثة التي تعرضت لعمليات الإبادة الجماعية من جماهير المصري بعد المباراة. محمد، إيه اللي حصل؟ بص حضرتك، احنا يعني من أول ما دخلت الاستاد يعني وشفت الناس اللي واقفة في الملعب عادي، يعني ممكن كل شوية كل 5 دقايق واحد يجي يفضل يشتم جمهور الأهلي، والأمن عادي سايب ما بيحصلش أي حاجة. فأول ما الماتش خلص بالظبط، هو الماتش خلص وأنا لقيت مش شايف الأرض النجيلة، مش شايف الخضار بتاع النجيلة، الناس جايه علينا بتجري وسلاح فيعني انا خلاص واقف مش عارف اعمل ايه، عمال افكر يعني اصحابي حواليا مش عارف احمي واحد صاحبي، وانا مش عارف احمي نفسي اصلا. فانا يعني فرحت على اطلع من البوابه، لقيت ناس يعني بتروح على البوابه، انا فكرت يا افضل في المدرج يا اروح على البوابه، فقلت لا اروح على البوابه احسن واطلع مع الناس. فجاي اطلع من البوابه راح لقيت الباب مقفول، لكن مع التدافع ما عرفتش ارجع تاني، وقعت فوق الناس والناس وقعت فوقيا. فضلت واقع كده فتره لحد ما الجمهور المصري ابتدى يوصل عندنا. راح وصل، انا كنت على اول المدرج، على اول البوابه من فوق، يعني على اول السلالم من فوق. فواحد يعني انا ما كنتش يا دوبك مطلع دماغي بس بتنفس، مش وجسمي كله دايس عليه ناس وكده. فواحد راح حسيت بحاجه بتحرقني في وشي، فلقيت شمروخ واحد كان بيحرقني من الجمهور المصري. بيحرقك في وشك؟ في وشي، وانا يعني وانا كنت واقع، يعني انا بموت اصلا، يعني واحد وناس بتموت وناس جنبي وهو بيحرقني في وشي برضه. لا حول ولا قوه الا بالله. وبعد كده يعني عشان انا كنت على الطرف شويه، عرفت اقف مع يعني الناس ابتدت اللي على الطرف من توسع لحد ما عرفت اقف. كان ورايا جمهور المصري بقى واقفين، في ماسكين شوم وفي كانوا ماسكين الكتريك، صاعق كهربائي. وبس بقى، فانا كنت حطيت في موقف اصعب موقف في حياتي، يعني اللي هو يا اما ادوس على اصحابي عشان اعدي تحت عشان اطلع بره، يا اما اقف وممكن اموت من الناس دي. بس فيعني القرار اللي خدته اللي هو هفضل ندمان عليه طول حياتي، اللي انا عديت على اصحابي وعديت على الناس كانت بتموت عشان اعيش انا، يعني الحمد لله على كل شيء. لما طلعت من الملعب شفت ناس بتموت قدام عينيك؟ يعني انا لما طلعت من البوابه، اول ما طلعت من اللي هي البوابه ما اتكسرت بقى من كتر التدافع بتاع الناس. فيعني كنت طالع خلاص مش مصدق اللي بيحصل ده، الناس بتموت قدامي خلاص، انا اقتنعت من المنظر ان في ناس بتموت. فواحد كان بيموت في البوابه دي لسه بيشدوه بيطلعوه، لسه مطلعينه كان بيموت، كان مش عارف يتنفس. راح واحد حدف عليه كرسي امن مركزي من فوق، راح واقف في مكانه ومات. خلص عليه في ساعتها بكرسي من فوق، كرسي حديد بتاع الامن المركزي اللي هو كانوا قاعدين عليه. لما رحت المستشفى بعد كده شفت اصدقائك الشهداء؟ ايوه شفت كذا واحد، يعني حضرتك انا كانت المستشفى اكنها حاله حرب مثلا، انا شايف كل شويه حاله تخش والناس عماله تعمل تنفس صناعي، وكل شويه واحد يموت يدخلوه المشرحه. وكان في منهم عندهم طعنات، واحد كان عنده طعنه في جنبه. وفي ناس بقى اللي هي مثلا رجليها الاثنين مكسورين يا ساتر. لا ما كانت حاله، يعني انا كنت قلت الحمد لله انا اقل حاجه كده موجود. الحمد لله. محمد، انت سافرت في سياره خاصه بالظبط، ورحت قعدت في المقصوره. تمام. ايه اللي حصل؟ في الحقيقه في اول اليوم خالص اتحركت بالعربيه. كان الدخول بورسعيد فيه تحفز قوي، الناس واقفه مستنيه جمهور الاهلي تشوف هو جاي في ايه. دخلت الاستاد وخلص الماتش. لما شفت المنظر ده قدامي طبعا انا من جوايا صعقت، انا مش مصدق اللي بيحصل. جالي صدمه.
فروحت عشان اطمن على الناس اصدقائي وكده اللي عرفت ان هم اتصابوا. فشفت مناظر بقى يعني ابشع مناظر ممكن اشوفها في حياتي. يعني في مستشفى الحميات انا المنظر اللي هقوله لحضرتك ده حصل بالظبط. الجثث فوق بعض زي الورق اللي قدام حضرتك ده بالظبط. يا ساتر. واللي بيعرف حد يجيبه على جنب. يعني المستشفى ذات نفسها المعامله فيها غير ادميه. كان ليا تعقيب بسيط كنت عايز الفت النظر ليه. طب خليني اخدك من المعامله غير الادميه، واحتفظ بالتعقيب ده عشان ما تنساهوش، واروح عبر الهاتف للاستاذ جمال عيد مدير الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان، كان ضيفنا في الاستوديو في حلقه في الاسبوع الماضي. استاذ جمال اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور، اهلا بحضرتك. استاذ جمال، اليوم وبعد الجعجعه والصريخ الكبير بتاع المسؤولين في البلد والامريكا ما تفرقش معانا واحنا حقنا وامريكا ومش امريكا، النهارده سافروا 16 اجنبي اغلبهم امريكان على متن طياره خاصه. يا ترى المصريين اللي هم في تحقيقات نفس القضيه اخبارهم ايه؟ ممنوعين من السفر والقضيه ماشيه بالنسبه لهم، وكلنا في الحقيقه اتطعنا يا دكتور. يعني القياده السياسيه اللي قعدت تزايد على الجميع، يعني مش بس كسرت نفسنا قدام الامريكان، لكن كمان كسرت استقلال القضاء. والامر الان يعني في اقرب لثوره بين القضاء، لانه ايه اللي يفرق ما يحدث الان عن اللي كان بيحصل ايام مبارك؟ على الاقل ايام مبارك كانوا بيحاولوا يلفوها، ما كانتش الفضيحه بالشكل ده. هل تعتقد ان الافراج عن الاجانب وسفرهم وخروجهم نهائيا من دائره التحقيقات يجبر السلطات الحاليه على ضروره الافراج النهائي عن المصريين ومنع او ازاله منعهم من السفر؟ للاسف يا دكتور، يعني من التصريحات اللي لسه طالعه من ساعتين، وزيره المنتميه للحزب الوطني فايزه ابو النجا بتقول ما فيش تدخلات سياسيه، والقضيه مستمره ضد المصريين بهيئه جديده، وما فيش حاجه حصلت. اذا حضرتك تتصور يعني دي الصيغه للتصريحات اللي قالتها. يعني طب واللي سافروا دول؟ ده بقى يسأل. يعني في الحقيقة الجندوري اللي اتكلم عن مصر التي لن تركع، فايزة والنجا اللي كانت لعبت دور جان دارك المصرية والوطنية، واللي عين الاثنين المجلس العسكري بوضوح. سمعت انا كلام ان النيابة يعني هيبقى لها موقف حاد مع المصريين في القضية دي، عندك معلومات عن كده؟ والله يا دكتور، هي القضية يعني في الحقيقة عشان نبقى واضحين، القضية من الأول قضية سياسية، وقضية داخل فيها عوامل كتير، مش مسألة قانون، لأنهم لو كانوا عايزينه يخلوا المسائل تمشي بشكل جاد كانوا غيروا القانون، وكانوا القانون اتطبق على المصري أو الأجنبي المنظمات، ويبقى في شفافية ورقابة من القضاء. اللي حصل إنه لا، في الحقيقة القضاة التحقيق اتورطوا في تشهير بمنظمات مصرية، وفايزة أبو النجا وكمال الجندوري زايدوا، والامريكان اتعاملوا مع الموضوع بجديه، ده اثر على انه الامريكان سافروا والمصريين موجودين وبيتجرأوا ويقولوا انه مفيش حاجه حصلت. طب قول لي استاذ جمال، لو واحد من المصريين اللي مقبوض عليهم لعب لعبه وخد جنسيه اجنبيه، يسافر ولا يقعد؟ ده دعابه دي على فكره، مش لا والله يا دكتور، كل شيء بقى وارد دلوقتي في ظل حكومه الفلول والمجلس العسكري. الجنسيه دي هل هي دوله عالم ثالث ولا يعني دوله اوروبيه وامريكيه؟ كله جايز دلوقتي في ظل الظروف الحقيقه المترديه دي. يلا عموما لا كرامه لنبي في وطنه. اديك شفت امبارح على صعيد كره القدم، البحرين كسبت 10-0 في ماتش كره قدم. الفيفا عمل تحقيق لان النتيجه غير طبيعيه. تخيل مجرد ان النتيجه ايه يا استاذ جمال؟ غير طبيعيه. بعد 10 ساعات، احنا بقالنا شهر ناس ماتوا في بورسعيد، ولغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي مفيش اي عقوبه ضد اي حد.
مفيش، لانه لسه مفيش سياده قانون يا دكتور، مفيش اراده سياسيه لتطبيق القانون وسيادته حتى هذه اللحظه. شكرا. لكن الجرائم دي زي ما حضرتك يعني اشرت قبل كده، الجرائم لا تسقط بالتقادم. أيوة. وان اجلا او عاجلا إن شاء الله. يعاقب المسؤول. بإذن الله. أشكرك الأستاذ جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، شبكة نالت جائزة عالمية في عام 2011 لمشاركتها في ربيع الثورات العربية. أعود إلى محمد رضا وقلت لك ركز وافتكر، كمل. كنت حابب ألفت نظر سيادتك لحاجة، حاجة خطيرة جدا. اتفضل. للأسف فوجئنا بجيم كبير قوي بيتعمل دلوقتي. في ناس أصدقاء أعضاء في الجروب ده وفي الجروب ده جالهم استدعاء للتحقيق، اللي هقوله لحضرتك ده بجد، بتهمة التحريض على قتل الشيخ عماد عفت. تهمة التحريض على الشيخ عماد عفت الله يرحمه، الإمام الشيخ عماد عفت. إيه بقى؟ إن في واحد معترف على نفسه، قال إن في ناس من ألتراس أهلاوي ادوا له فلوس وادوا له سلاح، والموضوع كده التحقيق. الموضوع ده خطير جدا. طبعا طبعا طبعا. ليه أبعاد سياسية كبيرة جدا. ويا رب يعني إن شاء الله يخيب ظني وما يطلعش اللي أنا حاسه ده يطلع جد. علشان يبقى ماسكين حاجه على التراس، سيب ونسيب. بالظبط. يعرف يعني نرجع بقى لشغل العيال، سيب ونسيب. ده بالاضافه حضرتك ان جه تليفونات اللي برضه لكذا واحد في الجروب ده والجروب ده تهديد. ما تروحوش المكان الفلاني، ما تطلعش في البرنامج الفلاني، ما تعملش كذا. فللاسف موازين العدل والحق والمنطق عند فكر المؤسسه الشرطيه اختلت. لا ده من زمان يا راجل، يا راجل. هو احنا عندنا الفاسدين اكتر من الكويسين. والهيكله ربنا يديك طول العمر بقى. ما مجلس الشعب نشوف هندخل باليمين ولا الشمال الاول مجلس الشعب، وبعد كده نبقى نقرر. محمد اشرف، التراس اهلاوي، انت من مصابي ميدان التحرير ولا فين بالظبط في خلال الثوره؟ أنا من مصابي ميدان التحرير، يعني قبل الخطاب الأول. قبل أول خطاب كمان. أنا بس معلش عشان ما أخرجش من النقطة سريعا. اتفضل. موضوع اللي اتكلم فيه محمد ده عادي جدا، كان بيحصل من نشأة الألتراس من بدايتها من أول يوم. تلفيق القضايا، تعمد كسر شوكة الألتراس بأي وسيلة، أمنعك من ممارسة أبسط حقوقك. انك حتى تخش بالعلم انا بمنعك. مكالمات التهديد ما كانتش مكالمات، كان في انك تيجي تاخد حد من اسره احد قيادات الالتراس عشان يجي ياخده من الاسم قبل الماتش بيوم. لو حصل حاجه انت ممكن مثلا احد افراد اسرتك ده ما يطلعش، انت وهو. انت وهو. والموضوع اتكرر كتير. وحاجات تافهه جدا، يعني ممكن مثلا يتقبض على واحد لانه مش عكس الاتجاه، وده ما حصلش. بس عشان يبات الليله في الحجز اثناء المباراه. قيادات الالتراس معروفين بالاسم وبالصور وبالبيانات وباماكن عملهم وباماكن دراستهم، وكانوا بيتجابوا من زمان جدا. احنا ادينا فرصه مره واثنين وثلاثه، وبنحاول ان احنا نتكلم وبنحاول ان احنا نتواصل مع قيادات الامن، وهم عارفيننا بالشكل وعارفيننا بالاسم، وما زالوا حتى الان في عملهم. وما زالوا حتى الان بيشاوروا لنا، وهم مثلا في الامن في التشكيلات تحت بيشاوروا لنا هنوريكم، استنوا علينا. الكلام ده طبعا قبل مباراه المصري. سبحان الله. طب انا حابب اسمع اصابتك في ميدان التحرير حصلت ازاي، وارجع اتكلم على موضوع وزاره الداخليه والالتراس. انا من مصابي التحرير في مبكرا، ما كنتش يعني ما لحقتش حتى موقعة الجمل. احنا مشاركين كنا باشخاصنا، احنا ملناش توجه سياسي معين، لكن احنا كمجموعه احنا طول عمرنا رافضين القيود الغير عادله، رافضين القوانين اللي موضوعه للحفاظ على نظام. ضغط علينا كتير وتعبنا كتير. اتصبت وانا شايف المجند، هو ما يعرفش كان مجند ولا ضابط مش متاكد، وهو بينشن عليا. نشن عليا اصابه. انا قعدت شهر في البيت،
مش قادر احرك رقبتي ولا ايدي ولا كتفي ولا رجلي. جنبي الاصابه الشمال جات لك فين؟ انا شفته وهو بينشن فجريت. فجت في جنبي كله، يعني رقبتي وكتفي ودراعي سلسله خرطوش متصله، يعني الراجل جابك من فوق لتحت. وكان معايا 2 كمان، انا الصراحه ما اعرفش، انا شفتهم واقعين جنبي. احنا واقعين، وحتى الناس وهي بتشيلنا انا قلت لهم سيبوني اموت، حتى وهو بيشدني بايده ايديا حاسس يعني مش معاك، هموت. هموت من تاثير الشد، بس ان هم بيحاولوا ينجدوني. لما حتى اتنقلت المستشفى الميداني جوه الميدان، كانت في جامع، اترمى علينا خراطيش وقنابل غاز جوه الجامع. كان في ستات وكان في دكاتره وكان بيستنجدوا بالناس. الحمد لله الحمد لله الناس لحقت الجامع، بس انا كنت اتهربت مع الناس. يعني انا عايز اقول لحضرتك انا قعدت في اوضه متر في متر مليانه كل انواع الحشرات والكائنات الحيه عشان احتمي، عشان طبعا انا مصاب مش هقدر اتحرك، مش هقدر اهرب. لو حد دخل وقال انا هموتك مش هقدر ادافع عن نفسي. احنا كالتراس كلنا دايما في الصفوف الاماميه الحمد لله، فدايما ضحيه الاصابات. فانا الحمد لله انا اتصبت، يمكن في غيري توفى وربنا يعني انا بحسبه عند ربنا شهيد ان شاء الله باذن الله. طبعا اشهرهم واحد كان مواظب معانا على طول وكان معروف للناس كلها، وكان يعني انا مسميه محب للاطفال، يعني انا كنت بحس منه كده. الباشمهندس كاريكا، يعني احنا بنقول كاريكا بقى، انا ما يعني محمد مصطفى ده بالنسبه لي انا اول مره اعرف الاسم ده وهو لما استشهد. الحمد لله. الحمد لله. قول لي، عايزكم تركزوا معايا في ايه سيناريو الداخليه مع مجموعه الالتراس. عايز اتكلم على السيناريو. خلينا اروح الاول لتقرير لمجموعات الالتراس الاهلي وهي بتشكي من مجلس اداره ناديها. نشوف التقرير ده ونرجع مع ضيوفنا الكرام. رأيك ايه في مجلس إدارة الأهلي؟ متخاذل، سلبي، مضيع حق النادي في كل حاجة، في كل حاجة. يعني الواحد فعلا ما كان أيام صالح سليم كان فعلا الواحد بيحس إن هو بيشجع نادي كبير ليه قيمة، لكن دلوقتي لأ. حسن حمدي أهم حاجة عنده مصلحته الشخصية، ملوش دعوة بالنادي. بالفترة اللي فاتت النادي كله الناس كلها مركزة على حوار بند ال8 سنوات وسايبين النادي. مش عارف اقول لك ايه يعني، بس بجد الواحد يعني حزين على اللي بيحصل في مجلس اداره النادي الاهلي ده، وبتمنى يعني ان الناس اللي في الجمعيه العموميه تراعي وتحب النادي قوي. وايه المشكله لما يمشي حسن حمدي ولا الخطيب ولا الناس دي كلها؟ ما هيجي لازم هيجي كوادر تانية اكيد احسن منهم، واكيد صالح سليم الله يرحمه مات، وعبد الصالح الوحش مات. ايه اللي بتشوف اللي كان بيفرق بين مجلس صالح سليم الله يرحمه ومجلس حسن حمدي دلوقتي؟ جماهير الاهلي كانت بتحب صالح سليم لان هو كان بيجيب لهم حقهم من اي حد، ما كانش بيخاف من حد، كان في كرامه للمشجع الاهلاوي. دلوقتي ما فيش، دلوقتي احنا بنروح نتضرب هنا وهنا وهنا ومحدش بيجيب لنا حقنا، بنتحبس هنا في القطر وبنتهان ومحدش بيجيب لنا حقنا. طالع لي يقول لي 5 سنين عشان نروح نلعب في المصري. ادي عقوبه، اطلع يقول ان احنا عايزين نعاقب المصري، ابعت للفيفا اقول لهم عايزين ايه العقوبه اللي المفروض ان تتاخد على النادي المصري، مش يطلع لي يقول لي 5 سنين ومش 5 سنين. لا طبعا الكلام ده ما يرضيش اي حد من كمشجع بصفه عامه في الكوره او مشجع اهلاوي بصفه خاصه. مجلس اداره النادي الاهلي ده يعني ربنا يخليه، يعني مش عارف اقول ايه. مجلس اداره الاهلي اللي انا اعرفه سعد زغلول، التتش، كابتن وحش، كابتن صالح، وشكرا. مفيش بعد كابتن صالح خلاص، مفيش مجلس اداره النادي الاهلي. يعني انا حزين ان انا بقول الكلام دوت، بس مجلس اداره النادي الاهلي دلوقتي هو مجرد استمرار هش وقلعه، مجرد منظر للي فات. عارف لما يبقى عندك حد كبير قوي فانت بتحاول تمشي على حسه، لكن مجلس اداره النادي الاهلي افتكر كده معايا من ايام مشكله حسني عبد ربه، يعني مش عايز اقول لفظ بس يعني لا يليق، بس خدنا على قفانا. حسني كان ماضي، خلصت ازاي ما اعرفش. عصام الحضري كان هربان من النادي، بغض النظر بقى هو كان ليه حق ولا ملوش ولا غلط ولا صح. احنا بعديها بشهر كان بيلعب ماتش الارجنتين، وانا مش عايز حد يطلع يرد عليا ويقول ان مجلس اداره النادي الاهلي بقى بعت محامي وسويسرا وسيور والكلام الفاضي ده كله. لا، جوه مصر حصل ايه؟ يعني انا افكر ان مجلس اداره النادي الاهلي ما كانش حد يستجري يبص له،
كابتن صالح سليم لما كان بيطلع من الشباك كان اتحاد الكوره ده بيترعش، كانت الدنيا كلها بتتهد. لكن دلوقتي مجلس اداره النادي الاهلي بيعمل ايه؟ سياسه التعتيم مش هي السياسه الناجحه دايما على فكره. عارف لما تبقى بتعتم على مشكله بس المشكله الدنيا كلها عارفاها فشكلك خيبان قوي. نفسي بجد. ايه اللي بتطلبه من مجلس اداره الاهلي تجاه شهداء بورسعيد؟ بجد انا عايز اقول اولا الله يرحمك يا كابتن صالح. لازم اقول الله يرحمك يا كابتن صالح. تاني حاجه القصاص، فين القصاص؟ يعني هو ايه اللي اتعمل لغايه دلوقتي؟ ده حتى كابتن ابو تريكه لما راح يعني الراجل دفع من جيبه فلوس بيتبرع، زعلوا منه وقلبوا عليه الدنيا لمجرد ان هو مش ماشي في النهج اللي اتخذته مجلس الاداره. هو لغايه امتى بقى يعني هنقضيها نظام شكلي؟ حد وجاد ومجموعة من أعضاء ألتراس أهلاوي وألتراس ديفلز الأهلي في الأسكندرية، ومسلسل القمع والقهر المتعمد والمدبر من وزارة الداخلية ضد المجموعتين. محمد افتكر لي كده، محمد رضا افتكر لي حاجات في السيناريو ده. حضرتك لو تفتكر مثلا ماتش الأهلي والزمالك بتاع فلافيو 1-0، الماتش ده مثلا انا داخل الاستاد، ده يناير 2009 بالظبط. داخل الاستاد بالاسم. استاذ محمد اتفضل. اتفضل ايه؟ على الاسم. وانت داخل الملعب؟ وانا داخل الملعب ومعاك تذكرتك؟ معايا تذكرتي. انا يعني سبحان الله انا معاك، كان معايا ساعتها تيكت سيزون. فداخل عادي خالص، ما يعني حتى ما كانش معايا اي حاجه. حتى العلم مش معايا. رحت الاسم لقيت المحضر جاهز وفي حرز شماريخ وقنابل دخان، ويعني السذاجه بتاعت اللي مرتب الملفق المحضر انه مش حاطط حاجه واحده. 3 قنابل دخان و4 شماريخ و5 اعلام. ده يعني يمكن انا سوبرمان وانا مش عارف هشيل كل ده واخش بيه الاستاد. كويس. التلفيق موجود من زمان. مثلا حضرتك خرجت ازاي يوميها؟ خرجت من النيابه. يعني تحولت للنيابه؟ والنيابه افرجت عنك ببساطه ولا؟ طبعا، لا لان ما اقتنعتش بالمحضر، لان ما مضيتش على المحضر اساسا. كويس. انا رفضت ان انا امضي على المحضر. كويس. حضرتك حتى في الماتشات الهاند بول، لو تفتكر ماتش الاهلي والاولمبي اللي الاعلام نقل ليه صوره ان جمهور الاهلي اقتحم النادي الاولمبي وكسر النادي الاولمبي، طبعا ده عالي تماما من الصحه. حضرتك لو تتابع الصور المعروضه على الشاشه كوارث. ده واحد اهلاوي. ده واحد قاطع تذكره عشان يخش يقول اهلي. كل ذنب الالترا يا فندم ان الالترا دي شريحه من المجتمع المصري، فيها الدبلوماسي، فيها ابن الوزير، وفيها ابن السفير، وفيها ابن الغفير. مفيش حد دخل الالترا بواسطه. بص، ده القبض عليهم ده بقى عمليات القبض على مجموعه التراس اهلاوي في اسكندريه بعد مباراه الاولمبي. بالظبط. دي ناس ممسوكه على البحر يعني. ده على البحر على فكره. النادي الاولمبي في وابور الميه، انا اولمباوي عارف فين كويس قوي النادي الاولمبي. ده على البحر، ده النفق ده عشان تعدي بيه البحر. يا الهي. هشام يحكي لحضرتك هو حضر محمد هشام. يعني دي ناس كانت يعني عيال اغلبيتها كانت اطفال صغيره، يعني 13 سنه و14 سنه. كانوا مروحين يعني طالعين يركبوا من على البحر. ركبوا مشروع على السل اللي هو يوديهم ابو قير. وراح مسكهم وراح جروا من وراهم ومسكهم كلهم على البحر. على البحر وهو بعيد خالص عن النادي الاولمبي. احكي لنا ايه اللي حصل في موضوع ماتش الاولمبي بتاع كره اليد ده. هو هشام كان حاضر. كانت التوصيه ان خلصوا عليهم في الماتش ده. كانت المؤامره في اسكندريه، بس النادي الاولمبي ملوش جمهور الحقيقه. يعني هو لقينا ناس مثلا بتستفزنا، عماله تشتمنا من جوه النادي الاولمبي. يعني هو النادي الاولمبي ملوش جمهور اصلا. طبعا. وبيحدفوا علينا طوب واحنا جوه. وانتوا رايحين تشجعوا ماتش هاند بول، يعني انتوا كبيركم 200 واحد. ايوه كنا حوالي 250 واحد. ومش هنتعارك مع جمهور الاولمبي اصلا، هو مفيش جمهور اساسا. عمر ما الاولمبي كان له جمهور. والناس بتتعارك معانا وماسكين شوم وكده وعمالين يتعاركوا معانا. لحد ما احنا خلاص بقى سيطرنا على الناس وماشيين على البحر. راح روحنا ولا العيال الصغيره بتركب، راح ماسكينه. ياه. وفضلنا مثلا فتره حوالي اسبوع مش عارفين هم فين. يودوهم اسم
باب شرق شويه، يدوم اسم الحضره شويه، في الاخر ودوهم سجن الحضره وحلوا لهم شعورهم. عايز اتكلم عن اطفال. طبعا لا القمع في أسوأ حالاته ولا يزال حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. القمع هو اوعوا تفتكروا ان الداخليه اتغيرت، هي العدل مشي جه واحد تاني بس، انما اللي تحته بسم الله ما شاء الله. وحضرتك النظام لم يسقط، هو سقط الرئيس ولكن ليس النظام 100%. النظام عمره ما كان 6 اشخاص بس. النظام الاف مؤلفه. ايه اللي حصل معاكم في اسيوط فاكر؟ محمد حضر. كنت في اسيوط معاهم يا محمد؟ لا انا في اسيوط ما كنتش حاضر. انا هرجع بس لنقطه، انا اسف. السيناريو بتاع الداخليه، السيناريو بتاع الداخليه خطه خمسيه مثلا، ان احنا نقضي على التراس اهلاوي او التراس ديفلز. الخطه مرسومه موضوعه على مكتب وزير الداخليه او مكتب قيادات الامن، بيتغيروا، الورقه لسه موجوده، بتتنفذ بحذافيرها. جت ثوره ما جاتش ثوره بتتنفذ بحذافيرها. انا هكسر شوكتك باني حتى ما ادخلكش الطبله بتاعتك، حتى ان استفزك بجمهور وهمي. ايوه يعني زي موضوع الاولمبي ده. فعلا احنا كان بيطلع لنا ناس ما نعرفش جايين منين بيتخانقوا معانا، واحنا اللي بنحاول نهدي، زي البلطجيه بتوع ميدان التحرير. بالظبط. وفجاه مثلا بنتخانق معاهم لان احنا قوه وكثره، مثلا بنفاجئ بعدد اكبر وبالداخليه بتتدخل وبتقبض على ناس مننا، واحنا الضحيه بتاعت الخناقه ومقبوض علينا 60 واحد و100 واحد، ونقعد نلف وراهم في المحاكم ونستنجب بده ونستنجب بده ونجيب محامي ونجيب مش عارف ايه. كمان غير كده، لما يطلع قرار مثلا للنيابه، كان في احداث اسيوط الشباب اللي اتمسكوا وراحوا النيابه، المشكله ان هم اخذوا اخلاء سبيل من النيابه، وبعد قرار الافراج عنهم ما طلعوش. الشرطه احتجزتهم وهم عندهم افراج. بالظبط. راحوا مديريه الامن قضوا يوم هناك تقريبا. بعد الافراج قضوا اكتر من يوم كمان. اكتر من يوم. او رحنا عملنا شكوى للنائب العام ساعتها. وبعدين بقى افرج عنه، بس بعد كتير. طب حقوقهم بقى؟ لا مفيش. تنسى. طبعا. حد فيكم اتفضل يا محمد. اللي حدث في اسيوط حضرتك بعيد عن كل القصه الكبيره، ان في ضابط، انا ما اعرفش هو محترف ولا ايه، بيهدد الشباب برصاص حي متوجه كده، مش كده، كده. والله الحمد لله ان برضو ربنا ستر وما جاتش في حد، لكن ده على فكره كان ممكن يحصل فيه كارثه كبيره جدا المباراه دي. لا في جمهور لبترول اسيوط طبعا، يعني هو لو في جمهور فهي اسر برضو، ولا احنا اشتبكنا مع حد. الجو حر جدا، الجو صعب جدا، انا داخل باعلام مش داخل حتى لابشه مريخ ولا يعني. الموضوع كان كبيره، مثلا لو افترضنا ان في حد مثلا معاه شمروخ فهو شمروخ او 2، ومع ذلك برضو التهديد بالرصاص الحي والمواقف الشبيهه في المباريات كتيره جدا. اذا كان المباراه ده وصل لحد عالي شويه، لكن هي كانت بتحصل في حاجات تانية كتير، واحنا برضو يعني الحمد لله بالكر والفر وبالهداوه وبالتفكير والمنطق وكده كنا بنحاول ان احنا نقلل الخسائر شويه. اتفضل. انا كان ليا تعقيب على الفيديو برضو حضرتك ده بتاع ماتش كيما أسوان لما 2000 جندي امن مركزي اندفعوا بكل شراسه كانه وحوش عشان يضربوا 3000 4000 واحد كانوا بيغنوا ضد الداخليه، وجابوا قيادات الالتراس اهلاوي. يعني هو في اليوم ده اهو اللي حضرتك الصوره جت عليه ومشيت بسرعه، رقم يعني هو من الاوائل ومن المؤسسين ومن القيادات، طالع متجاب بالاسم. ويوميها انا بضربك وبهينك قدام افراد المجموعه كلها لكي تكون عبره. فالموقف ده عادي جدا. الراجل ده وفي كذا واحد كمان ما زالوا لحد الان بيتلقوا تهديدات على التليفونات بتاعتهم، ما زالوا حتى الان بتتلفق قضايا ضدهم. شباب يعني شباب بيسعى وبيكافح ان هو ياكل عيش، ما فيش مشكله، لا بيقطعوا له اكل العيش، بيخشوا في المؤسسه اللي هو بيعمل فيها ويكلموا المدير ويقولوا له انت معين عندك مجرم ويجيبوا له ورق. ما طبعا انا سهل عليا جدا ان انا اجيب لك ورق، اسهل حاجه ده هم اصحاب الورق. فالموضوع والنبي عرضوا لنا اللقطات بتاعت بورسعيد اللي بين الشوطين واللي قبل الماتش والامن بيطبطب على الجمهور المصري، اعرضوها لنا علشان الامن اللي هنا طالع المدرجات يضرب، الامن اللي هناك بيطبطب، لان التراس اهلاوي دول كفره.
مجموعه من الكفره هم اللي بيقتلوا، واللي ماتوا في بورسعيد دول تلاقيهم اللي قتلوهم برضه التراس الاهلي. وعايز تقول ايه يا محمد؟ يعني الناس اللي ممسوكه في باين اول اللي هي ممسوكه جوه الاستاد اتلف لها تهم اللي هي اتلاف منشات عامه في صلاح سالم ومنشات خاصه، يعني وحاجات هو ممسوكين جوه الاستاد وفي واضح والصوره اهي. واتعمل له قضيه ان هو كسر عربيات الشرطه واتلف منشات عامه وقطع المرور. اللي ممسوك ده قطع المرور هو جوه الاستاد يعني. اتفضل. الكلام ده بقى مش بعد شهر، الكلام ده بعد 4 ايام من الماتش ما خلص. كان المحاضر معموله ومعروف مين اللي عمل كل حاجه. وسرعه في سرعه في سرعه الاكشن والفعل ورد الفعل. رد الفعل كان في الشرطه فوري. تعمد الاذلال قبل ما تخش الماتش ده حاجه كانت فظيعه جدا. اسف معلش. في بترول اسيوط حضرتك قبل ما الناس تنزل من الاتوبيس شايفين جمهور الاهلاوي بتاع اسيوط قاعد على الارض على ركبه وايده كده فوق بيفتش. بالظبط، ده التفتيش. بيفتشوا متفرج كره قدم بالطريقه دي ويقلع جزمه. ولازم يقلع جزمه كويس ما يلبسهاش في دماغه والبنطلون. احنا بقى كنا بنقلع كل حاجه كمان. بص ادي في بورسعيد. بص الامن عمل ايه ده. ورونا عمل ايه مع متفرج النادي الاهلي اللي جابوه من المدرج. ورونا عشان ده امن مصر وده امن مصر. ما هو ده وزاره الداخليه ودي وزاره الداخليه هي بس هنا في تعامل. ودي الشفافيه بقى. دي الشفافيه في التعامل. بص كام ضابط حوالين الولد ده. واحد حوالي 7 8 10 ضباط. وبص ماسكينه ازاي. يعني بص طريقه القبض عليه والبشاعه. والناحيه الثانيه الولد اللي ماسك حزام وبيجري بيطبطبوا عليه. والاثنين بعد الثوره يعني. لا ما هو بعد الثوره. ما هو النهارده النيابه حولت 3 من القيادات الامنيه في بورسعيد. 3 طبعا 3 قصادهم 300. ما لا بس حضرتك ثواني. انا قرار الاحاله بتاع النيابه انا شايف انه في مغلوطات كتيره جدا. التهمه المفروض اللي توجه للمسؤولين الامنيين مش الانفلات، مش الانفلات ولا التقصير في مهام العمل. هو في اي جريمه في الدنيا ليها ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي والمعنوي موجود عند جهاز الشرطه. ايوه. المعنوي النيه. ايوه. الركن المادي قفل الباب. بالظبط. وفتح الباب للناحيه فتح الباب ده فعل مادي، ده اشتراك في الجريمه. يعني هنا انا الشرطه انا بتهمها ان هي مش محرض. لا ولا مدبر. الشرطه متآمر 100%. مشترك 100% مشترك. حضرتك لما تلاقي المتهم قاعد مع قيادات الامن في الملعب واقفين جنب بعض قبل ما الماتش ينتهي ب10 دقايق. انا ممكن اشك في ايه؟ مش ممكن يكونوا بيدبروا هتخش من هنا وانا اخش من هنا وانا اسيب لك من هنا وافتح من هنا. 100% ده اللي حصل. الفيديوهات عندنا، احنا عندنا فيديوهات كتيره جدا. بص ده بقى. بص ده المنظر التحفه ده المنظر الجميل قوي. ده من اخوه. بص دول ده حبايب. ادي الشرطه وادي بصوا ورونا رجعوا لنا المنظر اللي هو كانوا ماسكين بتاع النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هم بيذلوه وبيبهدلوه. دي مصر. ده وزاره الداخليه. وده بعد الثوره. وهو والاثنين في ملعب كوره. ده جابوه من المدرج عشان كان بيغني ضدهم واتضرب بالاقلام وبالشلاليط واتحبس طبعا واتلفق له 20 توم. معانا على الهاتف عم الشهيد الراحل محمود الغندور، احد ابرز الشهداء على الصعيد الاخلاقي. سبحان الله، كل ما قيل عنه عن سلوكياته اثار شجون واحزان الملايين. دكتور اشرف اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا دكتور علاء. البقاء لله يا دكتور. البقيه في حياتك يا دكتور، ونحسبهم عند الله شهداء جميعا وفداء للوطن. ايه رايك يا دكتور اشرف في كل اللي احنا عمالين نستعرضه من مكائد ومن مؤامرات ومن امور لا علاقه لها بالانسانيه اولا؟ والله يا دكتور علاء احنا زي ما احنا 30 سنه قدروا ان هم يشتروا شريحه من الشعب ان هي حتى تقتل. بس انا عايز اقول حاجه يعني بالنسبه للتحقيقات بتاعه بورسعيد. كم تساؤل كده يعني. هم ليه لحد دلوقتي الناس اللي في الاجهزه الامنيه اللي في بورسعيد اللي طلع الكلام ان هم في ادانه وفي شبهه تقصير لحد التواطؤ
ليه يجيبوهم يحاولوا معاهم ويسيبوهم؟ يعني معروف التحقيق هو بيشتغل التحقيقات وهو بره. هم ليه ما بيتحبسوش رهن التحقيقات؟ ده تساؤل يعني برضو. الحاجه الثانيه، احنا لما نشوفه ونحدده المجرم في الجريمه لازم النيابه بتشوف شكل الجريمه تم ازاي، وعلى اساسه احنا بنشوف الشبهات بتروح عند مين. مش معقوله يعني معلش مهما كان بلطجيه جماهير كره متعصبه التراس، مفيش حد عنده القدره اللي في خلال ربع ساعه يوقع هذا العدد من القتلى بدون دم. احنا عايزين بس نحلله شويه ونشوفه مين اللي كان عنده منهجيه القتل بدون دم وبدون رحمه، لا طفل ولا ست. مين في مصر من ايام زمان هو اللي ما بيرحمش لا طفل ولا ست وعنده القدره على القتل بدون دم؟ دليل طبيب شرعي قال ان اغلب الجثث للاسف نتيجه حالات اختناق. ما هو انت ناسي خالد سعيد وسيد بلال وناس الطب الشرعي قال عليهم ايه؟ والله حضرتك مش الطب الشرعي بس، ده المفاجاه الكبرى. حضرتك لو رجعت لشريط المباراه المذيع اللامع في قناه مودرن سبورت الساعه 9 والاحداث الداميه، انا مش عارف ايه اللي التقرير بتاعته في الحالات يا كريم 9 بعد الماتش، الساعه 9 مساء بعد الماتش. احنا معلش الصوت وحش، هنتصل مره اخرى. هنتصل مرة أخرى بالدكتور أشرف. تفتكر أستاذ محمد بعد الأحداث الدامية والمذبحة المروعة وظهور الفاسدين في وزارة الداخلية على مرأى ومسمع من الجميع وافتضاح أمرهم، خلاص اتفضحوا على مرأى ومسمع، مجلس الشعب يقول سهل وما كان ويسر وزارة الداخلية. تفتكر بعد استئناف كرة القدم إن شاء الله في الموسم المقبل الأوضاع هتتحسن ولا كأنك يا أبو زيد ما غزيت؟ أعتقد كأنك يا أبو زيد ما غزيت. أنت عندك نفس الشعور يا محمد؟ أنا عندي الشعور ده من يوم ما رجع الدوري بعد الثورة. وأرجوكوا يا جماعة عشان خاطري الدنيا لسه ما نطفتش. ما ينفعش إني أغطي عليها بعودة دوري او استمرار اي حاجة عشان اقول ان الدولة لسه في هبتها ولا لسه شغالة. انت بتقول هبتها ولا خيبتها؟ انا مش عارف اقول ايه ولا ايه. انا يعني اتمنى ان ربنا يعني يورينا قدرته انه يزرع في قلوب الناس دي التقوى شوية والايمان شوية والضمير. انت بتقتل طفل، انت بتدمر اسرة، انت مؤذي لدرجه يعني الشيطان ما يقدرش عليه، يستعر منك. هو يعني ممكن يكون احسن منك 100 مره كمان. يعني هو ممكن يكون طالب هندسه اهله صارفين عليه قد كده وهو ابن ناس ومتعلم، في الاخر يقتلوا واحد ممكن جايب 50% ولا 60% في الثانويه العامه عشان هو بس عايز، هو عنده حاجه جواه كده، هو متربي على كده في وزاره الداخليه. حضرتك احنا سافرنا ماتشات كتير قوي. التشكيلات الامنيه بنبقى عارفين مهامها ايه. بالمناسبه انا والدي ضابط شرطه متقاعد، ولكن هو رباني على الحق. ما فيش اي حد في الدنيا يقدر يكمل من صوتي. من المعروف دايما ان لما بيكون في ماتش جماهيري اتحاد الكوره بيبعت للمديريه التابع ليها الماتش، بتقول له ان في ماتش كوره في اليوم الفلاني الفلاني. المديريه بتكلف مدير المباحث بعمل تحرياته، ولو في مثيري شغب بيستدعيهم للنصيحه. ثم بعد كده بيبعت تقرير لمدير الامن اللي بدوره بيبعت برضه للامن المركزي عشان يديله تمام على تامين دخول الفريق وجمهوره. هي ده اللي عارفينه. لا الكلام ده تقوله في الاسم. دكتور اشرف الغندور راجع لنا تاني. ايوه يا دكتور اشرف، كنت بتقول الساعه 9 مذيع ايه؟ مذيع ما اعرفش مين جاب تقرير الطب الشرعي في خلال الساعه اللي تمت فيها الحادثه. وراح جاي قايل اغلب الوفيات نتيجه حالات اختناق نتيجه التزاحم والتصادم. يعني هو جابها منين؟ ده ما كانش لسه اتحصلت الجثث ولا طلعت. ده قال كده الساعه 9.
بالظبط يا فندم. في قناه مودرن بتقول؟ بالظبط يا فندم. انا طلعت من اسكندريه وعندي يقين ان مش هو ده اللي حدث. لا، كان محمد غندر الحقيقه موصل لهم بدري قوي قوي، لانه كان يعني عارف كل حاجه. أنا غندر مش عارف ازاي هم قدروا في خلال ساعه يعني يجيبوا الجثث ويكشفوا عليها كمان ان هي اختناق. تبرع ليه وقال كده؟ ليه تبرع وقال كده؟ الاعلام علشان ينهي برضو الايام بهذه المقوله. احنا لازم نقول الحقيقه، الناس اللي ماتت دي ما ماتتش باختناق نتيجه التشحم والتصادم. لا 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 يعني لا، خلينا واقعيين. لا, لا الله يرحمه. الله عايزين نظلم حد. احنا عايزين البلطجيه دول ذريعتهم لما بيهجم على حد يعني مش هيخلي وشه مشوه. هو ضربه كده. يلا الحمد لله الحمد لله. الجمهور المصري لازم يتحاسب على الشغب، البلطجيه يتحاسبوا على الترويع والبلطجه، اللي قتل بنفسه لازم نعرفه مين ولازم يتحاسب. ان شاء الله نحصل على القصاص. ومش هنسمح بدوري ولا لا دوري ايه وبتاع ايه ده كلام. نقرر رجلنا بماتش ودي وده علشان اسر الشهداء. الكلام ده احنا ما بقيناش مغفلين. اللي بيبقوا على ليلاهم وهم اللي من الاول اللي استكملوا الدوري. بالاتفاق برضو مع الامن، يقولوا الامن وشويه الناس تتلهي وما يبقاش فيه مظاهرات، وهم الدوري يمشي ويفضلوا يتربحوا. وفي الاخر احنا الضحايا. لا بص يا دكتور اشرف، القصاص من القتله، المحاكمه العادله والعقوبات القاسيه للمتورطين والمحرضين. يا فندم ده هي متعمده. ايوه دي شغب وليد الصدفه. والعقوبات الصارمه على اتحاد الكوره وعلى النادي المصري وعلى مدير. لازم دي فئه كان يهمها اماكنها واللي بيتربحوه على سبيل ارواح الناس، ما كانش قدامهم حاجه. عموما يمين شمال بالحيله بالاعلام بكل الوسائل. مفيش ضمير. مفيش ضمير. لا في ضمير ولا في شفقه ولا في انسانيه. شكرا دكتور اشرف الغندور، عم الشهيد الراحل محمود الغندور. سعدنا بيكم جدا. ربنا معاكم في اللي جاي. ما اقدرش اقول لكم غير اكتر من كده. ربنا معاكم في اللي جاي. لا تفاؤل على الإطلاق في اللي جاي، على الإطلاق في اللي جاي. الله أعلم هنشوفكم ولا هتشوفونا تاني. بس أنا آسف، أنا متفائل. أنا آسف. يا ربي يا رب تكون أنت اللي صح. ربنا كبير. ربنا إن شاء الله. أنا بثق في ربنا وإن شاء الله خير. أشكرك محمد أشرف، محمد رضا، محمد هشام. سعدنا بيكم، ولو ربنا أعطانا عمر إن شاء الله نشوفكم على خير مساء الأحد المقبل.